السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم كل خير. اليوم ندشن منتجنا اللي سميناه ثلاثية الصين الفاخرة. طبعا زي ما انتم عارفين دائما إذا كان في منتج يعني كميته محدودة، فأبديكم أنتم أول ناس، أبديكم صراحة على البقية. فالحد الآن ما سوينا أي إعلان عن المنتج في أي برنامج ثاني، فنفس ما سوينا في الشاي المعتق بنحط رقم جوال للواتس، بترسلون على الواتس انكم مهتمين في المنتج، وخدمة العملاء راح يرسلوا لكم رابط المنتج، رابط تدخل عليه تطلب المنتج، وبيكون فيه كود. الكود هذا يخصم لك قيمة الشحن. اليوم الأول بيكون قيمة الشحن مجانية، راح ترسلون على الواتس بيرسلوا لكم الكود حق الشحن المجاني ورابط المنتج. وخلونا الحين نستعرض لكم المنتجات ونقول بسم الله. نفتح الحين البوكس الفخم ونستعرض معكم المنتجات. طيب أول شاي يجي عندنا شاي أسود اللي هو اسمه جينجون مي، عبارة عن براعم نبتة الشاي. بتحصل براعم لونها ذهبي وبراعم لونها أسود. السبب إن ما اخترنا اللي يجيك كله براعم ذهبية هو الطعم، صراحة أنا أشوف هنا الطعم أفضل وجاي متوازن. طيب النوع الثاني عبارة عن شاي أولونغ من نوع دانسونغ، لكن اسم الشاي يا شينشيان. طبعا الدانسونغ فيه منه أنواع كثيرة، اللي جبناه اسمه يا شينشيان. النوع الثاني برضو من الدانسونغ اسمه مي لانشيان، اللي هو يجي قريب لون برتقالي، لكن هذا قريب للون الأخضر. طيب النوع الثالث هو أشهر أنواع الشاي، شاي الأولونغ اللي هو يسمونه الروك تي، شاي الصخرة، ويسمى بالصيني داهون باو. هذا يعتبر من يعني أغلى أنواع شاي الأولونغ وأكثرها شهرة صراحة. طيب هذه الثلاث أنواع برضو فيه بيكون فيه ملعقة في البوكس هدية، وكذلك اللي هي كروت الشاي. طبعا الشاي يجي في أكياس داخل البوكس الحديد، ولو تشوفون هنا هذا الورق فيه لون أخضر، هذا هو شاي اليا شينشان، الدانسونغ يا شينشان. ممتاز. هذا لو تلاحظون اللون البني في الأوراق، شوفوا كيف، هذا هو شاي الداهون باو الروك تي. وهذا عندنا الجونجون مي، شوفوا كيف البراعم لونها ذهبي. طبعا كل شيء مكتوب بالتفاصيل من منطقة الشاي، إيحاءات الشاي، يعطيك يعني فكرة عن طعمه، معلومة عن الشاي، برضو شكل الورق، كل شيء موجود في الكارد وطريقة التحضير. النقطة الأخيرة اللي دايم أحرص عليها في الشاي الصيني، مين اللي يشتري الشاي وليش أشتري الشاي وهل بيعجبني الشاي. طيب أنا بصراحة يعني من خلال تجربة مع ناس كثير، الناس اللي تشرب الشاي بدون سكر، فهالأنواع من الشاي بتعجبه بشكل كبير، وبيكون عنده مرونة أنه يجرب أنواع كثيرة من الشاي. لكن الناس اللي ما تشرب الشاي إلا بسكر، فأنا أقول لك خلك على الشاي السيلاني، لأن هالأنواع ما راح تعجبك، وبترجع عندنا بعدين وبتقول ما عجبني الشاي ودفعت فيه مبلغ كبير. فأعلمك من الحين نصيحة يعني لك، إذا أنت دايم تشرب الشاي مع السكر ومتعود على الشاي السيلاني، فخلك على الشاي السيلاني. لكن هذه الأنواع تشرب بدون سكر لسببين. السبب الأول قوام الشاي خفيف، الشاي الصيني، فما يعطيك مرارة الشاي السيلاني، هذا واحد. السبب الثاني، الشاي الصيني من دقة المعالجة والمنطقة والنبتة نفسها تعطيك إيحاءات صراحة قريبة، يسمونها للفلورال تيست، الفروتي تيست، فما تعطيك طابع الشاي الكلاسيك السيلاني. فحبيت أوضح لك هذه المعلومة بالكامل عشان تشتري وأنت عارف وش اللي قاعد تشربه. طيب يا إخوان، آخر شيء سامحونا إذا المنتج خلص، لأن زي ما أنتم عارفين الشاي الصيني اللي نجيبه
هو عبارة عن يسمونه سنجل ستيت، يعني من محصول واحد، فما نقدر نجيب منه كمية كبيرة وهو كميته كذا. فإذا خلاص يعني نجيب محصول آخر مختلف، يعني ما يكون نفس اللي جبناه الحين. فهذا اللي حبيت يعني أوصله لكم، وأنتم عارفين يعني ما يحتاج دائما أروح للصين وأقول لكم إن هذه المحاصيل مثلا تلقى منها 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو، فما تقدر إنك تجيب كمية كبيرة إلا إذا إنك مثلا بتروح وتخلط الأنواع دي كلها وتجيبها. السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم كل خير. اليوم ندشن منتجنا اللي سميناه ثلاثية الصين الفاخرة. طبعا زي ما انتم عارفين دائما إذا كان في منتج يعني كميته محدودة، فأبديكم أنتم أول ناس، أبديكم صراحة على البقية. فالحد الآن ما سوينا أي إعلان عن المنتج في أي برنامج ثاني، فنفس ما سوينا في الشاي المعتق بنحط رقم جوال للواتس، بترسلون على الواتس انكم